يا حلوين، في فيديو اليوم راح يكون فيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة، واللي هو أنني راح ننتقل من بيت لبيت آخر. أوريكم الآن الغرفة اللي بعيش فيها، يعني غرفتي. عمر تقريبا أنا صورت فيديو أو اتنين، ولكن ما بركز كتير على تفاصيل الغرفة لأني فيها كتير أشياء ما بحبها، فراح أوريكم غرفتي القديمة. أوكي، وهذا هو الباب، غرفة الخاصة بي. هذه الغرفة عشت فيها تقريبا 7 أو 8 سنوات، لهيك فيها استكرزات، فيها كتير لأني كتير بحب هادو الأشياء. فراح ندخل الغرفة، فهذه هي الغرفة. ما تركزون على بونتي لأن راح تشوفون في الفيديو، أكيد راح تشوفونها. فأول شي راح أعطيكم نظرة سريعة، وأن هذه هي غرفتي المتواضعة. في أكيد في أشياء كتير لأني بصوركم فيديو أنا بجمع ملابسي وزي هيك، يعني راح ننتقل، فأكيد في أشياء كتير جمعاهم. فأول شي هذا هو خلف الباب خاص بي. فراح نبدأ، راح تشوفون إنه ملصقة كتير أشياء، أكيد لوجو ديال BTS لأني اللي بيعرفون كتير إنني أرمي لهيك صورتها. فهيك هذه هي غرفتي، هذا هو المكان اللي بنام فيه. أشياء بندق، وهذه بونتي، أشياء اللي بستعملها مثل أكسسوارات والعناية بالبشرة وزي هيك. الأسباب اللي ما بحب أصور في غرفتي هي أسباب الحيط. أنا ما بعرف صراحة الكلمة بالضبط، لكن أنا عندي برودة في الغرفة أو في الحيط، فراح تشوفون التفاصيل. فلهيك ما بصور كتير في غرفتي لاني ما بحب هذه الاشياء، يعني مو ليش عشان فيديو، لكن انا كمان ما بحب هذه الاشياء اللي في غرفتي. راح تشوفون انه الخزانة مكركبة لاني بصور بجمعها وزي هيك، فلهيك اكيد راح تكون مكركبة. فهذه غرفتي المتواضعة. بعرف راح يقولون كتير احمد ربي، انا بحمد ربي اني عندي غرفة، لان في كتير عائلات بيعيشون في غرفة واحدة، لكن أكيد في بعض الأحيان بتقول أن هذه مو جيدة. هيك بصور هذا الفيديو أنا لساتي ما شفت بالغرفة اللي راح أعيش فيها في المنزل الجديد، لكن حبيت أني أصور غرفتي كيف كانت، والغرفة اللي عشت فيها. راح تشوفون السقف وأشياء زي هيك. فأتمنى تكون شفتوا غرفتي الأخيرة أول ولآخر مرة راح تشوفونها. أكيد هذا خاص فيه، هذا اسمه دبديبو دوبي. هذا الاسم أخذته من مسلسل نيلي وشريهان، اللي بيتفرج مسلسلات مصرية، مسلسل خاص بدنيا سمير غانم وإيمي، فسميته زي هيك. هذا حبيبي ياك، هذه بونتي قطتي. هذه قطة ما بتسمع أبدا، لهيك هانتم راح تشوفوا إني راح أعيط لبونتي وما بتشوفي بونتي. بونتي بونتي، لاحظتوا أن ودنا كمان ما بتحركهم، راح تشوفون. لاحظتوا أنها ما بتسمع، فلهيك بحبها كتير. وراح تشوفون أنه عندي بندق. هذا مستحيل أعيش بدون ما تلاحظون، لأني هذا بستعمله كتير، مرطب الشفاه بستعمله لهيك عامله هون. هذا بندق تقريبا أكثر من 10 سنوات هو معي. مستحيل أبدا أعيش بدون أو أنام بدونه، مستحيل. يعني دايما لما بسافر ضروري أخده معي وفقط. فلهيك زعما كان بدي اني اوريكم، راح تشوفون انه كمان البرودة في الخزانة الخاصة بي لهيك. فما راح تشوفون هذا كتير اشياء لانه كتير تكركب. وفقط هذه هي غرفتي الجميلة. بكررها وبعود بحمد ربي اني عندي هذه الغرفة. فراح اعمل لكم جولة. هاي تصميم الغرفة اللي عملتها نفس طبق الأصل في الواقع، وهنا في الورق كيف عملت. حسبت القياسات بالضبط، كم عندي في الطول وفي العرض
وعملت هنايا انه النافذة، انا عندي النافذة هون هاي، راح تلاحظوا لاحظتوا. فالنافذة عندي هنايا حسبتها بالحسابات، وهنا انه امام النافذة عندي باب الغرفة، راح تلاحظوا هاي باب الغرفة. فعملت القياسات، هذا هو التصميم. بعد راح اعمل تصميم داخلي لمثل المكتب خاص بي والملابس فين راح اعمله والسرير وزي هيك. فهذا هو التصميم الداخلي، راح تشوفون. حبيت كتير. يا حلوين، هذه هي غرفتي الجديدة. فراح اوريكم شوي بشوي. اوكي، هذه هي الباب الغرفة. اكيد ما تنتبهوا على هذه الاشياء لاني راح اصبغها. اكيد قلت لماما اني بدي اصبغ هذا المكان، وراح اصبغ خاص بالمنزل كامل لانه فيهم هذه الاشياء. راح تلاحظون هنا خاص بالصباغة الحيط، فراح اصبغه اكيد. وراح انظف اكيد الباب جيدا كتير مليح. راح تشوفون ان هذا هو عند الضوء، هذا هو الحيط. راح تشوفون انه من غرفتي ما نظفتها ابدا ابدا ابدا. يعني هذه لما مسكنا مفاتيح المنزل التصوير الاولي للغرفة. فراح تشوفون ان غرفتي هاو الاضاءة. انا هذه اضاءة نوعا ما راح اغيرها، لكن المهم فهذه هي غرفتي. اكثر شي حبيته في الغرفة انه ما فيه هذيك البرودة، ما بعرف صراحة اسمها بالضبط، لكن ديك البرودة. فالغرفة الحائط ديالو صافي جدا. فراح اصوركم كتير اشياء هنا. هذا هو النافذة خاصة بي. راح تشوفون هذه الاشياء راح انظفها اكيد، وما راح اخليها هيك. اكيد راح اصبغ كمان الحديد اللي عندي هنا في غرفتي. هذا هو المنظر الخاص بغرفتي. راح تشوفون، راح تلاحظون هذه هو المنظر غرفتي. عندي انا هذاك الخاص بالالومنيوم. راح تشوفون لاحظتوا انه غرفتي كتير وسخة، فاكيد راح اعملها تنظيف كتير عميق وراح نشوف. فهذا هو التصوير. كنت بدي اني اصور لكم غرفتي كيف كانت قبل، وراح اصوركم بعد التنظيف اكيد. متحمسة كتير صراحة، متحمسة كتير على غرفتي. تصميم الغرفة اللي راح اعملها في كتير اشياء بدي اياها، لكن لازم اني اكون لوحدي في الغرفة لاشوف، لان ما بدي اني اشتري اشياء وفي الاخير ما الاقي له مكان. لان نوعا ما غرفتي صغيرة، لكن كتير حبيتها، راح تكون ملمومة وفيها كتير اشياء. وكمان ان هذه الغرفة اول غرفة لي، راح يكون المكتب عندي في الغرفة. انا دائما مكتبي بيكون في الصالون، فراح يكون هذا لا في غرفتي. فكتير حبيتها. فانتظروا. هذا هو الادوات. راح تشوفين غيرت ملابسي، هو نفس اليوم غيرت ملابسي اللي كاين لانه راح اوسخ اللي قبل. فالمهم هذو هما الادوات التنظيف اللي راح استعمله. اكيد المعطر صراحة ما بعرف اسمه باللغة العربية، لكن المعقم اللي بيعقموا به الارض، والصابون والادوات، واكيد الماء. فاول شي راح نبدا بالنافذة. فاكيد ما راح اوريكم بعد تفاصيل، كاين ما اوريكم كيف بخلط وديك هيك اشياء. يعني في كتير فيديوهات في اليوتيوب ممكن تستفادوا منه. اوكي، اكملت غرفتي في التنظيف باكمل. اكيد هذه بس ملابسي، لكن الاولي. فهذو جميع اللوحات اللي عندي، هذو اللي رسمتهم راح تشوفون، وهذو اللي خاص بيا. عندي خاص بتويتي، هذه من اختي، وهذه اشتريته انا لان انا كتير بعشق شيء اسمه سبونج بوب. راح تلاحظون عندي كمان لوحه خاصه بسبونج بوب. راح تلاحظون ما تركزون على رجلي. وهون عندي الرسومات القديمه. اذا بدكم قولوا لي في التعليقات اعمل لكم جوله في رسوماتي الاوليه. المهم وهون عندي هذوما الاساسيات. هذا خاص بالوان خاص، هذا كله صاك ادوات الرسم. وهذه في اشياء اكسسوارات واشياء للشعر واشياء اللي بتتكسر بسرعه وزي هيك، يعني بخاف عليها. نظفت الغرفه. راح تشوفون الفرق. ما تركزون على ديك الابيض اللي في الاسود لاني راح اصبغه اكيد باللون الاسود، فلهيك نظفت الباب اكيد. راح تشوفون اكثر. ايضا الارضية نظفتها كتير مليح. ولاحظون النافذة
أيضا نظفتها، راح تشوفون إني نظفتها كتير مليحة. نظفت هذه كامل هذه الأشياء، لاحظتوا وهيك. أيضا أكيد نظفت أكيد هذيك بقى نظفته، لكن هذيك الأشياء ما بتتنظف يعني كتير حكيكتو، ما بعرف الكلمة بالضبط، فأكيد راح أغطي هذاك المكان. المهم الأساسي إننا نظفنا الغرفة بأكملها. فالآن صراحة بعد هذه الأشياء راح أشتري الصباغ اللي أصبغ هذا هو أول شيء لكي يجف على خاطره وهيك. راح تشوفون أيضا المقبض الخاص بالإضاءة نظفته. فالمهم إلى الشيء المقبل. واش الكود ديالو هو هذا؟ تفحص. جالسة أشوف أعتاد لي غرفتي بابا دور في المكان. راح أشوف الكراسي لأني عندي مشكل في الكرسي. عجبني هذاك لكن ثمنه كتير هبل، فلا. واحد آخر حسيته مريح أبدا، راح أوريه لكم الآن. ما حبيته أبدا، فراح أشوف هادو. كان عندي هادو الألوان واخترت هاديك. كلشي واحد والآن أصبح هذا إطار الباب. بدأت بالفوق وراح أنتهي تحت. نسيت إني أصوركم. يا حلوين المستجدات. اليوم 1/1/2023، يعني أول يوم في السنة الجديدة. راح أوريكم مستجدات غرفتي. وقبل صبغت الإطار، وراح تشوفون هنا جربت أصبغ اللون الخشب اللي عملته هون على قفل الباب بالسماء على ما أظن. وصراحة حسيته كتير مليح، فراح أكمل هذه الأشياء. راح تشوفون لاحظتوا، فراح أكمل هذا من بعد. ولكن المهم حبيت كتير الإطار، راح تشوفون قبل، شفتون قبل، فكتير حبيته. أكيد هذيك النقاط السوداء باقي راح أمسحها، لكن مو دلوقتي لأني باقي راح أكمل اليد الباب. اوكي، فهذه غرفتي مبدئيا. هذا المكان اللي راح انام فيه لساته خليته بميكتو لاني ما بدي اوسخه، فعملت فقط عليه غطاء لكي ما يزعجني في النوم. وايضا المخدة كمان خليتها بميكتها. هذه الاشياء اللي اشتريتها مبدئيا. في كتير اشياء ناقصاني لاني ما وجدت اللي بدي منه المكتب والكرسي والمنظم الملابس اللي راح اشتري. لساتي ما وجدت اللي ابغاه. وايضا الخشب اللي بيتعمل تحت السرير، ما بعرف شو اسمه باللغة العربية. المهم فهذه الاشياء اللي اشتريتها. هذا بندق وهذه اشياء يعني. المهم هذه الاشياء اللي اشتريتها اظن في اول مرة اشتريت هذا منظم. هذا الكرتون فيه منظم راح اعمله. لساتي ما بعرف لا بعرف شو راح اعمل فيه، لكن لسه اشتري فيه اشياء. المهم هذه اشياء ناقصاني اشتريتهم. وهذه المخدة راح تشوفون شو راح اعمل فيها. المهم وهذه هم الاشياء الملابس اللي جبتهم من غرفتي القديمة، من ملابسي الخاصة والأدوات الرسم هنا وهناك. وهذه الملابس اللي راح أستعملها هذه الفترة. وهنا نونوسي دبديب دوبي اللي شفتوه في الفيديو السابق، مو فيديو سابق، قبل شوي وياك. وهذا هو القطار خاص بي. وهنا جميع الملابس والمحافظ اللي راح أخذهم معي. وهذه هنا ميكا السوداء اللي فيها جميع ملابس الشتاء والصيف. وهنا الأشياء الخاصة لشعري واكسسوارات وزي هيك. وهنا عاملة ادوات رسم جميعها. واكيد هنا الطابلوات اللي رسمتهم اللي كان عندي. وهذا هو. راح تشوفون هنا ملابسي لان نظفنا الملابس.
فراح تشوفون كيف صار هذا اللون الأسود. لما أزيل الملابس راح تشوفون النهاية، لكن مبدئيا شوفوا كيف جا كتير حلو. وهنا راح تشوفون شو راح أعمل. عندي فكرة كتير حلوة لازم أشتريها. أكيد بقى لسه راح أمسح الغبرة وهيك، لكن حتى أنتهي من الغرفة لسه تبا راح أعمل هنا شيء كتير 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 حلو، وأظن عمري ما شفته في فيديوهات أو منازل أخرى، فراح تشوفونها. فكتير حبيت آخر مستجداتي، فقلت لكم أكيد نتوما راح تشوفون فيديو واحد كتير أشياء، لكن أنا يعني بصور في اليومين أو 3 أيام. لكن اللي كان بدي واللي ما بعرف انتو بتعملوها، أنا بدي أشتري غرفتي كاملة يعني ما بدي أشتري منظم ملابس وأرتب فيه ملابسي يوم بعدين أشتري المكتب وأرتب فيه أدوات رسم. لا، بدي أشتري كل شيء يعني وأعمله هنا مكان مشترياتي ياك. بعدين لما أنتهي من المشتريات راح أدخل غرفتي في تقريبا أقل شيء لازم 3 أيام 4 أيام لأنتهي من الغرفة. فلا هيك، فكتير حبيت هذه الأشياء، وهذه هي غرفتي الجديدة. اشتريت الإضاءة، هذه إضاءة الغرفة راح أعمل لكم كده بس لكي تشوفوها. راح تشوفوا الإضاءة، استنوا راح أطفئ الإضاءة. لاحظتوا الفرق؟ الإضاءة راح له 1 2 3، لاحظتوا الفرق؟ فحبيت كتير الإضاءة، اشتريتها أيضا لأنه كانت مهمة كتير 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 أكيد، ولازم أركبها لأني راح أستعملها. فهيك فبدي لسه راح أشوف أماكن كتير منها ايكيا إن شاء الله. راح يكسب وييسر فيها أمر ربي. المهم راح تشوفون، راح أصور لكم بعدين. باي. يعني التيشيرتات الفوق يعني الديكوريشن، او نعمل الاشياء اللي بستعملها يوميا مثل فرشة الاسنان والهاتف الخاص بي. هذه المزبلة يعني اعزكم الله، فاكيد خاصة بباندا اللي شريت ايضا من ميني بونتي. هذا هو الكرسي اللي شريته. هناك اشياء راح تشوفون شنطة مينيسو، اشياء